السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مروة، بشتغل مع الأطفال من سنين كتير قوي بأعمارهم المختلفة، من أول البيبي لحد الشباب. طبعا أنا تعايشت مع مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم، تعايشت مع احتياجاتهم وأسئلتهم ومشاكلهم كمان. ربنا خلق بيني وبين الأطفال جسور بقدر أوصل لهم من أول البيبي الصغير لحد كمان سن الشباب. بقدر أتفاهم مع كل سن باحتياجاته، بقدر كمان أسمع لهم وأتكلم معاهم. الأطفال عالم كبير وجميل جدا، لكن هما ما بيتسمعوش بالشكل اللي يستحقوه. وطبعا كلنا عارفين إن دايما بيكون في مشاكل بين الأهل وبين كمان الأبناء، لا دول فاهمين دول ولا دول فاهمين دول. بيطلب من الطفل ان هو يسمع بس ما يتكلمش، يسمع الكلام دايما. وانا في النص كنت بحاول اكون الجسر اللي يوصل ما بين الاهل والابناء. كنت بحاول اتكلم مع الكبار علشان يفهموا اطفالهم، واحاول اتكلم مع الاطفال علشان يفهموا الكبار. ففكرت ليه لا ما يكونش فيه بودكاست نعمله يكون هو الجسر اللي يوصل ما بين الاهل والأطفال. يكون البودكاست ده على نطاق أوسع شوية من إن أنا أقوم بالمهمة دي، ويوصل الرسالة كمان. طب إيه الرسالة؟ الرسالة اللي إحنا عاوزينها هو إننا نحسن التواصل بين الأهل وبين أبنائهم عن طريق إنهم يفهموا بعض، سواء الكبار يفهموا الصغيرين أو الصغيرين يفهموا الكبار. طب إحنا إزاي هنتفهم من غير ما نسمع؟ ودي كانت الفكرة الأساسية للبودكاست اللي هو اسمه على قد عقلنا، والأول من نوعه اللي بيقدمه الأطفال للأطفال وللكبار كمان. البودكاست ده هدفه إن هو يأثر المسافة بين الأهل وبين أبنائهم عن طريق إن احنا نسمع للأطفال، نستناهم يتكلموا لحد ما يخلصوا بدون مقاطعات، فتقل المشاكل ويزيد الحب. استنوا أولى حلقاتنا في بودكاست على قد عقلنا اللي هيقدمه الأطفال، وهيتكلموا فيه عن موضوعات متنوعة. هيكون فيها ضيوف كبار وصغيرين هيتناقشوا عن مشاعرهم، أفكارهم، آرائهم، عن البيئة، عن المدرسة، عن البيت، عن العلاقات. هيحكوا مواقف، هيعبروا عن نفسهم. البودكاست الأول اللي هيخلينا نقدر نشوف العالم بعيون مختلفة، عيون الأطفال، واللي هيخلينا نسمعهم بقلبنا وعقلنا من قلبهم. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.